أحدث جولة في ايكيا بخصومات تصل ل75%. في الفيديو ده هتلاقي كل الحاجات اللي أقل من 200 جنيه في ايكيا. قبل أي حاجة متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وكومنت عشان ده بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. النهاردة هاخدكم معايا جولة في ايكيا. كل الحاجات اللي في الفيديو دي أقل من 200 جنيه بس. هتلاقوا حاجات كتير جدا وحاجات هتساعدك على تنظيم البيت من غير ما تاخدي أماكن كبيرة، لأن دي فكرة ايكيا أصلا. ناس كتير ما بتحبش ايكيا، بتحس انه غالي، بس في حاجات فعلا وقت السيل بتكون سعرها كويس ومناسب. وبما ان كل حاجة بقت غالية فحلو ان احنا بقى ندور ايه الاماكن اللي عاملة خصومات وعروض ونروح نشتري منها الرفايع والحاجات اللي ناقصانا والحاجات اللي هتساعدنا على التنظيم اكتر. طقم التوزيع ده مثلا مشهورين بيه جدا وكذا حد بيشكر فيه. وكمان جبت من عندهم الغطا بتاع الميكرويف، حقيقي فعلا حلو قوي وبيمنع الطرطشه جوه الميكرويف وبيسهل عليكي تنظيفه، ان ما يكونش الميكرويف متبهدل من اقل حاجه، وبيطلع البخار من فتحات التهويه اللي هي جوه اللي هي في الغطا بتاع الميكرويف. ففي حاجات كده فعلا تستحق ان انتوا تجربوها. يعني انا كنت جايبه الغطا بتاع الميكرويف ده تقريبا من سنه ونص، كان ب45 جنيه، هو دلوقتي بقى سعره 80. يعني طبيعي كل حاجة غليت فسعره كمان زايد، بس هو برضو لحد دلوقتي شايفها سعره مناسب. يعني بالنسبة للكواليتي اللي بره فلا سعره كويس. عندهم بقى كل حاجة حرفيا ممكن تحتاجيها، الكوسترات اللي بتحط على السفرة بكل أنواعها وأشكالها وأسعار مختلفة، وفي الرخيص وفي الغالي. صواني بقى تقديم أشكال مختلفة. الماسك اللي هو الخشب ده، الصفايه بتاعه المواعين دي حلوه جدا جدا جدا. والقوالب الكبيره دي ممكن مثلا تحطوا جواها شوكليت مثلا، المنخل بتاع الدقيق. طقم التوابل ده فعلا حلو قوي، ناس كتير قوي شكرت فيه، مش بياخد مساحه تماما وسعره حلو قوي، واستخدامه كمان عملي قوي. يعني فسعره مناسب وحاجه عمليه متاخدش مكان. الباسكت ده كان ب60 جنيه، انا جايبه منه واحد ابيض واحد اسود، حلو جدا. احلى حاجه ان هم عندهم فعلا تنوع في الاسعار، يعني هتشوفي انتي محتاجه ايه وايه المناسب ليكي وتجيبيه. هما طبعا مميزين جدا 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 في الديكورات والبراويز والزرع الصناعي، وعندهم كمان زرع طبيعي هتشوفوه في اخر الفيديو. الفازة دي كانت ب80 جنيه، وعندهم حاجات فعلا حلوة جدا مميزة والوان جديدة وديكورات يعني مش هتلاقوها موجودة غير في ايكيا، ولو لقيتوها موجودة هتبقى حاجات متقلدة ومش بنفس الشكل. كوشنز بقى موجودة بأشكال كتير ومتنوعة. نيجي بقى للجزء بتاع الزرع الطبيعي اللي عندهم، بجد يعني أشكال حلوة قوي وشكلهم كيوت كده ويعني انا شفت البصله دي فضلت ماسكه فيها، شبت فيها، بس قلت في الاخر يعني اكيد مش هجيب بصله من ايكيا ب130 جنيه. وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وسيبوا كومنت تقولوا لنا عايزين جولات فين الفتره الجايه، ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. فعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الجولات اللي هنعملها الفتره الجايه وما يفوتكوش اي حاجه. باي باي.